إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، في زمن الشبهات والشهوات، زمن كثرت فيه الأهواء والمغريات، حري بنا أن نتذكر فئة من مجتمعنا هم أس المجتمع وأساسه صلاحا وفسادا. إن لم نتدارك حالهم غرق المركب بنا جميعا. إنهم فلذات أكبادنا من فتياتنا وفتياننا في مرحلة القوة والشباب. إنهم عباد الله فرحتنا التي عمرت بيوتنا وغمرت نفوسنا عندما قدموا إلى هذه الدنيا، وهم بإذن الله عماد مجتمعنا وأساس صلاحه بإذن الله، بعد أن تكتمل عقولهم وتستنير أفهامهم. فهم أبناء المجتمع في ماضيه وحاضره، وآباؤه في مستقبله وقادم أيامه. وإن المتأمل البصير لواقع أمتنا ليدرك بجلاء دون خفاء ضرورة العناية الملحة بهذه الشريحة وعدم الغفلة عنها، توجيها وتذكيرا، نصحا وإرشادا، تقويما وتعاونا على البر والتقوى، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر دون منكر. إذ إن واقع شبابنا ذكورا وإناثا محفوف بمخاطر ورزايا ومحن وبلايا وفتن وشبهات وشهوات تحيط بهم من كل جانب. في بحر اللج أمواجه متلاطمات عاتيات، لا ينجو من سطوتها إلى بر الأمان إلا من وفقه الله وسدده ورزقه العافية. عباد الله، من أهم ما يجب العناية به وصرف الأوقات فيه غرس العقيدة في نفوس الأمة عموما والشباب خصوصا. فوالله وتالله وبالله لن يصلح لنا حال، ولن تقوم لنا قائمة، ولن تتغير أوضاعنا السيئة إلا بتحقيق التوحيد الخالص لله رب العالمين والبراءة من الشرك وأهله. إذ إن الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا هي مرتكز رسالات الأنبياء. قال جل وعلا: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام والنبيين من قبله محذرا إياهم من الشرك وعاقبته، فقال جل وعلا مخاطبا رسوله الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا بد من تثبيت عقيدة صحيحة وتوحيد خالص في نفوس شبابنا، عقيدة لا يهتز معها إيمانهم، تصمد أمام العواصف الهوجاء، أصلها ثابت وفرعها في السماء. وإن كانت شريحة منهم من شبابنا
لا تؤمن بالمشعوذين ولا بالدجالين ولا بالعرافين ولا تطوف بالقبور، إلا أنهم وقعوا في أمر آخر. إن مما يحس في النفس عباد الله ويحزن القلب أن تجد شابا مسلما مستقيما أو فتاة صالحة من منبت طيب، لكن في نفوسهم خوف خفي، في نفوسهم رعب مبالغ فيه من عالم الجن ورهاب ووسواس من العين والسحر، حتى غدت حياة بعضهم إلى جحيم لا يطاق، سجن عالي الأسوار، بل غدت نفوسهم في زنزانة مظلمة في قاع الأرض السفلى. فأفق يا عبد الله وتوكل على الله يا أمة الرحمن، اعقد قلبك على يقين بربك ثابتا راسخا، أحسن الظن بمولاك وانفض عنك غبار الوسواس، واخلع عباءة الهلع والخوف والرعب، واعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. نعم عباد الله، نؤمن أن السحر موجود وأثر العين لا ينكر، والجن عالم غيبي أخبرنا الله عنه، لكن الله تبارك وتعالى هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لو اجتمع من في الأرض كلهم جميعا على إلحاق الأذى بك حسدا وسحرا والله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، إلا أن يشاء الله سبحانه. قال سبحانه عن السحرة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا أن يشاء الله ذلك حكمة واختبارا. فحصن نفسك بالأذكار والأدعية النبوية، ولازم وردك من القرآن الكريم، وحافظ على الواجبات والفرائض، فرغ ذهنك وقلبك من الوساوس النفسية والشيطانية، تعش سعيدا منعما مطمئنا قرير العين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. عباد الله، ومما فرط فيه كثير من شبابنا ذكرانا وإناثا إلا ما رحم ربي الصلاة. نعم، الصلاة مما يجب أن يولى عناية فائقة بعد التوحيد، تعظيم شأن الصلاة، فإن القلب يتفطر كبدا لما آل إليه حال المسلمين عموما والشباب خصوصا مع الصلاة المفروضة، تركا وتهاونا أو تضييعا. فمنهم من لا يصلي بالكلية، ومنهم من يصلي يوما ويترك أياما، ومنهم من يؤخرها عن وقتها دون عذر شرعي، ومنهم من لا يصلي مع جماعة، ومنهم من يصلي الفجر بعد طلوع الشمس ويجمع باقي الصلوات إلى المغرب أو منتصف الليل ينقرها نقر الغراب. أما صلاة الجماعة في مساجد مع المسلمين فلا تؤديها شريحة منهم إلا في رمضان. علينا أن نتعاهدهم عباد الله، نتعاهدهم وأنفسنا بالنصح والتذكير والترغيب والترهيب، فشأن الصلاة عظيم والتهاون فيها كبيرة من كبائر الذنوب. أول جرم يعترف به أهل النار لأهل الجنة حينما يسألونه عن سبب دخولهم النار قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وقد فاق عباد الله، وقد فاق أداء الصلاة في وقتها بر الوالدين والجهاد في سبيل الله فضلا ومنزلة عند الله تبارك وتعالى. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وإن مما يحرق القلب كمدا وحسرة وأسفا ازدحام شبابنا على طاعات الألعاب مع لزوم كثير منا أو كلنا الصمت، وعدم أداء النصح والتوجيه والإرشاد. ازدحام شبابنا على طاعات الألعاب وما فيها من تعاطي الدخان والشيشة مع ارتفاع الأصوات بالكلام البذيء الفاحش، وهجرهم بيوت الله جل وعلا فلا يعمرونها إلا قليلا. فيجب علينا
أن نتعاهده في هذا الموضوع وأن نعظم شأن الصلاة، فإنهم أمانة في أعناقنا. ومن الآفات المهلكة عباد الله التي دمرت شبابنا تناول الحبوب المهلوسة باختلاف أنواعها ومسمياتها، وكذا آفة المخدرات وتعاطي المسكرات التي تعتبر بمثابة الداء الخفي القاتل الفتاك المهلك الذي يسري في جسد الأمة، لها عواقب مدمرة. وإن لم نعمل جاهدين على اجتهاد شأفتها واقتلاع جذورها، فالمخدرات عباد الله شبح مرعب أجمع العالم كله على محاربته، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. المخدرات شبح مرعب متى ما خيم على بل أضحى غابة تعيش فيها الضواري المفترسة. عبث بالعقل والدين، عبث بالعقل والدين. وما أخبار من افترسه وحش الإدمان عنا بخافية؟ أضاعوا أموالهم وأتلفوها، وفي الحرام بدروها، ثم باعوا ممتلكاتهم، سياراتهم، بيوتهم، وختموها ببيع أعراضهم وكراماتهم. أما ما يقترفونه وما يقترفه كثير من المدمنين من جرائم ويرتكبونه من فواحش وآثام، فيندى لها الجبين، زنا المحارم وفعل قوم لوط واعتداء على الآخرين. وإن من أعظم الدوافع التي تقود بعضهم إلى الاتجار بالمهلوسات والخمر والمخدرات السعي لكسب المال، السعي لكسب المال بأي طريقة وتحصيله بأي وسيلة. عباد الله، إن الواجب على كل من يعرف قريبا أو جارا أو صديقا وقع في شراء هذه المسكرات استهلاكا أو بيعا، فالواجب أن يتعاهده بالنصح لعل الله يهديه على يديه، وتكون بإذن الله سببا في دفع شر مستطير. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال أيضا: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، أي خير لك من الدنيا وما فيها، وستجد هذا الخير في الدنيا والآخرة خيرا عظيما لا يخطر ببالك. كما أنه يجب علينا عباد الله تقديم يد المساعدة والرحمة والعون لمن ابتلي بالإدمان ودخل مرحلته الخطرة، فالله لا يعجزه شيء. كما ينبغي الاستعانة بأهل الاختصاص من الأطباء والموجهين في هذا الشأن، وأن نولي الموضوع أهمية بالغة. ومن علم أنه يتاجر بها ويروجها في مجتمع المسلمين، فإن السكوت عنه بعدم نصحه أو التبليغ عنه جريمة عظمى وغش أيما غش للمسلمين، سيبوء بإثمها من لم ينكرها. معشر الأحبة، إن السكوت عمن يروج المخدرات أو المهلوسات بأن لا ينصحه أحد منا أو بأن لا تبلغ عنه الجهات الأمنية جريمة في حق المجتمع يبوء بإثمها كل من شارك فيها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. قلت ما قد سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد عباد الله، في زمن كثرت فيه العواصف الهوجاء، زمن الشبهات والشهوات، حري بالشباب خصوصا وبالأمة عموما أن تجدد أمر التوبة ومحاسبة النفس. لكن عباد الله، السؤال المطروح: مما نتوب؟ وما هي تلكم الذنوب التي يجب علينا تركها والإقلاع عنها؟ نتوب عباد الله تصحيحا وتقويما لما بيننا وبين الله، فنكون كما يريد الله، ونتوب فيما بيننا وبين الخلق برد المظالم إلى أهلها وطلب العفو والصفح في من أخطأنا في حقه،
أو قصرنا فيه أو اعتدينا عليه في عرض أو مال. نتوب ما دمنا في ساعة الإمهال قبل أن تفارق الروح الجسد، فنندم ساعة لا ينفع الندم، ونتحسر يوم لا تنفع الحسرات ولا تغني الآهات ولا الزفرات. نتوب من توحيد أفسدناه أو خدشناه أو ناقضناه، طواف بالقبور واستغاثة بالمقبور، سؤال الكهنة والمشعوذين، وممارسة للسحر والدجل، وتحكيم لغير شرع الله، وتقليد خالص لأعداء الله. نتوب نادمين باكين مستغفرين، حكاما ومحكومين، شعوبا ورؤساء، فنحقق التوحيد الخالص لله رب العالمين، ونبرأ إلى الله من الشرك وأهله، فلا يعبد بحق إلا الله، ويكفر بما يعبد من دونه قبرا كان أو وليا، ويستقام على الحنفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام، وتتبع شرعة نبيه صلى الله عليه وسلم. نتوب إلى الله قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم، نتوب قبل أن يذاع ويشاع فيقال فلان مات، نتوب من صلاة تركناها، وجمعة وجماعة ضيعناها، وفجر تلو فجر آثرنا الفراش والوسادة على القيام إليه، لم يحبسنا عذر أو خوف أو مرض. كم سمعنا المؤذن ينادي الله أكبر الله أكبر، لكن لسان حال الكثيرين والعياذ بالله التجارة أكبر، المال أكبر، مشاهدة الأفلام والمباريات أكبر، جلوس على طاولة في المقهى أكبر، جلسة على رصيف ضحكا ولهوا ولعبا أكبر. كم نادى المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة، وكأن المنادى غيرنا فوليناه الظهور، حي على الصلاة فلا يجيب إلا القليل. هل سألت نفسك يوما يا عبد الله من المنادى بالصلاة؟ أهي الجبال القاسية الراسيات أم هي الحيوانات العجموات؟ هل خص بها الشجر والحجر والنبات؟ نتوب إلى الله فنحافظ على الصلاة حيث ينادى بها، فإنها من سنن الهدى، ومن ترك سنن الهدى ضل وضوى. نتوب إلى الله من معاملات المحرمات وصفقات المشبوهات، نتوب إلى الله من أكل الربا، من أكل الرشاوى أو توسط بين الراشي والمرتشي. نتوب إلى الله من استغلال المناصب والنفوذ، واستغلال المعارف والشفاعة والجاه فيما لا يرضي الله وفيما ليس حقا لنا. نتوب إلى الله من تضييع أمانات نكلت إلينا وأعمال كلفنا بها، فنتوب إلى الله من شهادات طبية مزورة، شهادات زور وإثم وبهتان، قلب للحقائق وتقديم للمتأخر وتأخير للمتقدم، وسكوت عن خديعة، هضم حقوق أهل الحقوق. نتوب إلى الله جميعا، نتوب إلى الله من قطيعة وظلم وعقوق وفحش وسوء جوار، نتوب إلى الله من قطيعة أرحام امتدت وطال أمدها ومن قطعت، أب هجر أبناءه فطردهم بغير وجه حق من بيته، وأبناء لأبيهم قاطعوا ولأمهم هجروا، أخ لا يسلم على أخيه ويحقد على عمه وخاله وبنيه. نتوب إلى الله من والدين ظلما أهينا ولم يكرما، سبا وشتما وتؤفف منهما، بل عياذا بالله ضربا ومن البيت طردا. نتوب إلى الله من قطيعتهما سنين عددا، نتوب إلى الله من زوجة مسكينة احتقرت ما عولجت حين مرضت، ولا كسيت حين تعرت، ولا حملت حين حفيت، تعامل معاملة الحيوان البهيم. تتوب المرأة إلى الله، تتوب المرأة إلى الله من زوج لحقوقه أهملت ولأولاده ضيعت، بلا إذن من بيته خرجت، وعن فراشه بلا عذر امتنعت، سليطة اللسان فاحشة بذيئة. نتوب إلى الله من الكبر والفقر والخيلاء، نتوب إلى الله من زوجة تركناها كاسية عارية مفاتنها بادية، نتوب إلى الله من بنات متبرجات متسرولات للحياء تاركات تلبسنا الضيق، نتوب إلى الله فنلزمهن الستر والحجاب، نتوب إلى الله من معصية تعاطي الشم والدخان والاتجار فيهما، نتوب إلى الله من ألسن عافنة قدر أطلق لها العنان غيبة ونميمة وقذفا وتدخلا في شؤون الآخرين، نتوب إلى الله من بريء اتهمناه وعرض هتكناه وكلاما قصد التحريش والتفريق تناقلناه، نتوب إلى الله من معاص في الخفاء ارتكبناها
أخطأناها، نتوب إلى الله من معاصي في الخفاء ارتكبناها، نتوب ما دام في العمر بقية فالوقت ممنوع ولم تفارق الجسد الروح. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويبقى فيه بكتابك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا تم الصف الأول فالأول حال بين المناكب والأقدام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده.
الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله الله الله